مساء الخير. حلقة جديدة معانا النهاردة في برنامجنا الجديد. نلخص الكلام إن الحلقة دي هتبقى عن أسوأ لعيبة وأسوأ مدربين جم في تاريخ نادي الزمالك. والله الحلقة دي هي مش مكتوبة تماما، الحلقة دي معمولة ارتجال كامل. يعني حتى الجنبية هو راجل بي معايا هيظبط لي الدنيا، بس هو يقول لي الناس، وانا هحاول افنطها كده في دماغي وتتظبط في المونتاج. دلوقتي احنا هنفنطها من حيث الاقدم لحد دلوقتي اللي انا عارفه، تمام، واللي انا عارف هو مين ده كويس. لكن خلينا نبدأ بأول 10 لعيبة جم في تاريخ نادي الزمالك هم الأسوأ أخلاقيا وكل شيء. بيجي معانا في المرتبة العاشرة هو إبراهيم سعيد. إبراهيم سعيد أسوأ لاعب جه نادي الزمالك، حيث كل شيء في نادي الزمالك هو الأسوأ. تمام. الراجل ده جه الزمالك ما عملش حاجة تذكر تماما في نادي الزمالك. الراجل يعني هو الحاجة الوحيدة اللي تذكر في نادي الزمالك اللي هو كان عن جاب جون في النادي الأهلي بس. حاجة تانية لأ. الراجل بعد كده راح الاتحاد ولف لفة كده في الآخر راح ما يعتزل في الاتحاد. نيجي للاعب رقم 9 هو معتز بالله إينو. معتز بالله إينو هو تاسع أسوأ لاعب جه في تاريخ نادي الزمالك. اللاعب ده ما كانش عامل أي حاجة خالص في تاريخ نادي الزمالك، بالعكس كانت في لعيبة تانية كانت موجودة كانت تستحق تبقى أحسن منه وموجودة في الفرقة. إبراهيم صلاح كان هو اللي كان موجود في الفريق وقتها. معانا في المرتبة الثامنة هو محمود كهربا. محمود كهربا هو تالت أسوأ لاعب جه في تاريخ نادي الزمالك، حيث كل شيء أخلاقيا وكل شيء يعني كانت في نادي الزمالك هو محمود كهربا. نيجي في المرتبة السابعة والمعانا هو اللاعب هو إمام عاشور. سابع أسوأ لاعب في نادي الزمالك هو إمام عاشور. اللاعب ده ما كانش حاجة يعني تذكر خالص في النادي. كان كويس وكل حاجة، لكن محى تاريخه مع نادي الزمالك بالحركات اللي بيعملها في مؤخرا. نيجي للاعب رقم 6 هو محمد ناصف. محمد ناصف باك الشمال اللي كان في نادي الزمالك وبرضك ما قدمش المستوى المردود ليه، وكان هو المفروض ان هو يبقى مكان عبد الشافي. نيجي للاعب رقم 5 في نادي الزمالك هو حمدي النقاز. حمدي النقاز هو خامس أسوأ لاعب جه في تاريخ نادي الزمالك وما قدمش برضك شيء يذكر نادي الزمالك. نيجي للاعب رقم 4 وهو صانع الألعاب، أو المفروض إن هو كان جاي صانع ألعاب وكده وقعد فترة، هو يوسف أوباما. رابع أسوأ لاعب جه في تاريخ نادي الزمالك يوسف أوباما. لاعب من أبناء النادي ومخلص جدا، لكن ما كانش اللاعب اللي هو زي عبد الله السعيد مثلا ده. لا، وحش جدا اوباما. حتى لما راح بيراميدز دلوقتي هو دكة بينزل في اخر دقايق بس كتضييع وقت. مش هو اوباما اللي احنا عارفينه من 2014، اللاعب اللي خلص الماتشات كتير. معانا كمان رقم 3 هو اللاعب عرفة السيد. هو تالت أسوأ لاعب جه نادي الزمالك. مش هو عرفة السيد اللي احنا كنا عارفينه في انبي ووادي دجلة ويلجون والكلام ده كله، لأ ده حاجة تانية خالص مختلف. اللاعب رقم 2 هو مروان حمدي. لاعب سيء جدا 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 جدا، مش حلو. لا، لاعب سيء جدا جدا هو مروان حمدي المهاجم. اللاعب رقم 1 هو اللاعب اللي هنقوله دلوقتي وهو المفاجأة لكل الناس هو فاروق جعفر. ممكن الناس تقول عنه ممكن نص، لكن هو أسوأ لاعب جه في تاريخ نادي الزمالك. شوفوا الحلقة الجاية في أسوأ مدربين جم في تاريخ نادي الزمالك. السلام عليكم.